السلام عليكم. في القصة ديال اليوم ديال واحد البنت اللي سميتها صوفي، وهاد البنت ملي كانت صغيرة وهي الحلم ديالها انها تكون كتربي الاطفال ولا كترعى الاطفال، وعزيزين عليها بزاف الدراري الصغار. ولكن القدر غادي يلاقيها بواحد العائلة اللي هي شيطانية، اللي ابليس كيتعلم من هاد العائلة، وغيخليها مسكينة انها تندم على الحلم ديالها انها تربي الاطفال الصغار. فإلا بغيتو تعرفوا شنو وقع لهاد البنت، بقاو معايا في القصة ديال اليوم. نبداو القصة مع واحد البنت اللي سميتها صابرينا. صابرينا هي من مواليد 1983، هي الاصل ديالها من الجزائر، ومن بعد انتقلت هي والعائلة ديالها لفرنسا. من بعد فاش صابرينا دارت 18 سنة التقات بسام، وسام حتى هو الاصل ديالو جزائري، كان كبير عليها ب5 سنوات. دونك هي فاش كانت عندها 22 سنة سام كان عنده 27 سنة. من بعد العلاقة ديالهم تطورات، ولات صداقة، ولاو مقربين من بعضياتهم بزاف. فقرروا انهم يسافروا ويستقروا في لندن، باش انهم يستقروا ماشي غير يسافروا سياحة. من بعد صابرينا خدمات بزاف ديال الخدامي. اول حاجه خدمات ميك اب ارتست، من بعد خدمات كمربيه اطفال، وخدمات حتى في البنوك. دونك دارت بزاف ديال الخدامي. ولكن غادي من بعد غادي تخدم كمصممه ازياء وكاتبه اغاني، وهاد جوج خدامي هما اللي نجحات فيهم بزاف وبقات فيهم بزاف. في 2011 كانت صابرينا في احد البنوك في لندن بيان سور، والتقات واحد الشخص اللي كان سميتو مارك. فشكون هو مارك؟ مارك هو احد اعضاء ديال احد اعضاء موسيقى ديال واحد الفرقه كانت معروفه سميتها بويزون. كان خدام في الموسيقى وكان كيكتب اغاني، دونك هو خدام في اي حاجه متعلقه بالموسيقى، وخدم مع بزاف ديال المشاهير اللي مشهورين بحال ليدي غاغا، جينيفر لوبيز. فهادشي كيعني ان مارك كان شخص ناجح ولاباس عليه وكان معروف في العالم ديال الموسيقى. دونك كي قلت لكم تلاقاو في هذاك البنك، اول حاجه كانت صابرينا كتهضر مع المدير ديال البنك، وفاش كانت كتهضر معاه وشافتو سولات مدير ديال البنك، قالت ليه شكون هو هذا، ويقول لها هذا مارك وموسيقي معروف وهادي. دونك عاود لها عليه كلشي. ابري فاش سالا مع صابرينا وجا الدور ديال مارك، حتى مارك حتى هو فاش سالا الشغل ديالو مع المدير ديال البنك سولو قال ليه شكون هي هذيك. دونك حتى هي عجباتو. من بعد دازت واحد المده ومارك تلقى واحد الدعوه من صابرينا، وصراحه فرح بزاف حيت حتى هو كانت عاجباه صابرينا. دعاتو لواحد الحانه. دونك فاش شافها مارك فاش دخل تصدم، لقى صابرينا ما كايناش بوحدها، شكون معاها؟ لقى معاها 11 راجل معاها، وتصدم ما فهم والو. من بعد فاش جلسوا كاملين صابرينا بدات كتهضر معاهم وكتشرح ليهم بلي انها دعاتهم ماشي شي حاجه، حيت هما اغلبيتهم كانوا كانت عجبهم صابرينا وكانوا باغيين غير يتفلاو داكشي، مي هي دعاتهم باش تدوي معاهم في البيزنس ديالها، وبيسكو حتى هي في العالم ديال المشاهير والموسيقى وهذه بروبوزات عليهم انهم يخدموا مع بعضياتهم فشي خدمه وشي حاجه. ماشي كاملين وافقوا، دونك كاملين تقريبا قالوا ليها لا، حنا ما جيناش على هذا الشيء، ونسحبوا من هذاك الموعد اللي كانت دايره ليهم، الا مارك بوحدو اللي بقى معاها وتصنت ليها وقال لها ممكن وهذه وهذه. فمارك كان الهدف ديالو حيت كانت معجب بها بزاف، دونك كان الهدف ديالو هو يتقرب منها اكثر ويتقرب منها، وعلاش لا باش يدير معها علاقه، حيت كان معجب فيها بزاف. دونك بقى دار ليها خاطرها مسايسها، وهي كتهضر على المشاريع والافكار ديالها هو كيسمع ليها. دونك شيئا ما بداو العلاقه ديالهم كيتقربوا من بعضياتهم، وبداو كيدويو تقريبا كل نهار مع بعضياتهم.
وبداو كيدويو حتى في الامور الشخصيه، يعني ما بقاوش كيدويو غير على البيزنس، دونك ولاو كيدويو حتى في الامور الشخصيه بيناتهم. فهنايا صابرينا ولات كتدوي ليه، دوات ليه على الطفوله ديالها، وقالت ليه بلي دوزات معاناه صعيبه ودوزت ظروف قاسيه في الطفوله ديالها، وقالت ليه حتى بلي فاش كانت صغيره تعرضت للاغتصاب من طرف الاعمام ديالها، وهذا الشيء خلى مارك انه يتعاطف معها ويسمع ليها ويحاول انه يواسيها، وقال لها انا محدني معاك، ما تخافيش، زعما انا غير قادر انني نحميك وداك الشيء. فهنا صابرينا تاكدت بلي ان مارك معجب فيها بزاف، وبيان سور عجبها الحال حيت مارك كان ديك الساعه لاباس عليه شخص ثري جدا ومشهور. دونك من بعد فاش عرفت ان مارك معجب فيها ومارك شخص اللي هو مشهور وعنده الفلوس، دونك شنو دارت؟ قلبات على سام، دونك ما بقاتش كتهضر معاه، قلبات عليه ديفينيتيفمون. ومن بعد تقريبا 5 ديال الاشهر مارك انتقل للعيش مع صابرينا في الدار ديالها، مي هو اللي كان كيخلص الكرا ديال ديك الشقه اللي كانوا ساكنين فيها. دونك الهدف ديال مارك هو يتقرب من صابرينا ويعيش معها تحت سقف واحد، ولكن من بعد فاش غادي يعيش معها تحت سقف واحد عاد غادي يكتشف الحقيقه ديالو. فمن بعد فاش سكن معها مارك عرفها بلي هي انسانه عنيفه بزاف وعصبيه بزاف، لدرجه واحد النهار كان ناعس وما عرفش راسو باش تبلى، حتى جاه بوكس في وجهو. فاش ناض قال لها شنو كاين، شنو واقع؟ قالت لي علاش كتشخر؟ فبسبب انه كيشخر ضرباتو، وفيما كانوا كيتناقشوا على شي حاجه اللي هي بسيطه كتزف عليه بحي حاجه لقاتها حداها، لدرجه واحد النهار زفات عليه بطفايه وجاتو في الراس ديالو. دونك هنا كنشوفوا باللي صابرينا كانت واحد الشخص اللي هي عنيفه وعصبيه بزاف. نسيت ما قلتش لكم باللي صابرينا ومارك ما كانوش بوحدهم عايشين في ديك الدار، كان معاهم الابن ديال صابرينا، ما عرفتش صراحه، ما مذكورش شكون هو الاب ديالو، ولكن كان عايش معاهم في الدار. دونك من بعد صابرينا جابت مربيه باش انه يقابل ليها، باش تقابل ليها الولد ديالها. وهنا واحد النهار ما عرفش شنو وقع، حتى مارك قال لهم ما عرفتش شنو وقع، جات لعندو وقالت ليه كتخونني مع المربيه. هنا مارك ما فهم والو وقال ليها بلي لا ما كنخونكش. فشنو دارت؟ جرات على ديك المربيه، عاودت جابت مربيه ثانيه، واشاك فوا كتجيب مربيه كتجري عليها وكتقول ليه بلي راك خنتيني. ودارت كاميرات في الدار وشافت بلي دوك الكاميرات ما فيهمش خيانه، بلي الزوج ديالها مارك كيتعامل مع المربيه عادي جدا، زعما ما كايناش خيانه. ومع ذلك هي مصره ان مارك خانها مع المربيه. ومن بعد تقريبا 14 شهر ما بين العلاقه ديال صابرينا ومارك، صابرينا حملات، ومارك مسكين كان فرحان بزاف بهاد الطفل، قال واخيرا غادي يولي عندي واحد الطفل من المراه اللي كنبغي اللي هي صابرينا. دازت واحد الوقيته ديال الحمل ديالها، من بعد قالت ليه راه الام ديالي مريضه بزاف، خاصني ضروري نمشي لفرنسا باش نشوفها. هنا مشات لفرنسا. فاش مشات لفرنسا من بعد واحد المده اتصلت بمارك وقالت ليه بلي عندي لك واحد الخبر اللي خايب بزاف. كانت كتبكي وقالت ليه بلي زعما الولد ديالنا راه اجهضته وطاح ليا، دونك فقدنا الابن ديالنا. ومارك بقى فيه الحال بزاف حيت كان باغي هذاك الوليد وكان فرحان به، ولكن في نفس الوقت جاه الشك وما ثقش 100%. دونك شنو دار؟ صونا على الاخ ديالها وسولو، قال لي واش صابرينا جهضات الطفل اللي كانت حامله به؟ قال ليه لا. هنايا خوها كيف كنقولوا فرشها
قال ليه لا، الاخت ديالي صابرينا راها ولات والطفل ديالكم راه مزيان وبصحه وكلشي مزيان وكلشي غادي مزيان. فهنا ما فهمش مارك علاش صابرينا دارت هكا وعلاش كذبات عليه، ولا جايه الشكوك باللي داك الولد يقدر يكون ماشي الولد ديالو، داكشي علاش كذبات عليه. فمن بعد هنا اكتشف باللي صابرينا كذابه، وبصح حيت داكشي اللي كامل اللي عاودت ليه في الاول ديال انها دوزات واحد الطفوله اللي هي قاسيه وباللي تعرضت لاغتصاب من طرف الاعمام ديالها، كان كلشي كذوب. ومن هنا مبقاش كيثيق فيها، وشنو دار؟ خلص ليها الكرا ديال 6 شهور ومشى. مارك خرج من حياتها ومشى لوس انجلوس كمل حياته تما. فمن بعد فاش جات صابرينا لندن لقاتو باللي مشى وما بقاش كيدوي معاها، ما بقاش كيتواصل معاها. هنايا تقلقات بزاف وتعصبات وقالت علاش دار هادشي كامل وداكشي. دونك بقى فيها الحال بزاف، حيت كان هو زعما مفششها كيعطيها الفلوس وهو كيخلص الكرا وهو كيدير كلشي، وميم طون هاز لها بالها كيف كنقولوا. فهنا تعصبات، شنو دارت؟ عيطات على كاع لي زامي ديال مارك، وبدات باغا تشوه ليه السمعه ديالو، وبدات كتخرج عليه اشاعات اللي هي كلهم كانوا كذوب. بدات كتقول لهم باللي مارك كان كيمارس الجنس مع اطفال صغار، وهادشي بطبيعه الحال كان غير كذوب. صابرينا قدمت 30 بلاغ للشرطة على أن مارك كان كيغتصب الدراري الصغار وكيتعدى عليهم، وقالت باللي كانت عندها قطة في الدار وحتى هي تعدى عليها، ولكن هادشي غير كذوب، حيت اصلا صابرينا ما كانش عندها مشة في الدار، غير كتكذب باش تشوه ليه السمعة ديالو وتخرج ليه على الكارير ديالو. دونك الجيران ديالها كلشي كانوا كيتشكاو منها، ما حاملينهاش حيت دائما كانت كدير الصداع من المشاكل زعما في ديك البلاصه فين كانت ساكنه. كان كاع جيرانها ما حتى واحد ما كيقولها فيها زوينه، ما كيحملوهاش حيت فيها صداع وكتعصب وديما دايره لهم مشاكل. الحاجه اللي ما كانتش كتعجب الناس هي سكو كتخرج الزبل، والبلاصه فين ما عجبها كتحط هذاك الزبل. فالناس كانوا كيتشكاو ما كيحملوهاش، ولكن حتى واحد ما كان كيقدر معاها حيت كانت عصبيه وكتغوات وهادي على صبات وبدات تسب وتشتم في الناس. دونك كانوا الناس كيكرهوها، شافتو الجيران ديالها حتى واحد ما كان كيقولها فيها مزيان. من بعد غادي تسوء المعيشه ديالها وما المستوى المعيشي ديالها، ما غاديش تبقى تقدر تخلص لا الكرا لا زعما تشري مستلزمات العيش، الماكله وداكشي ليها والاطفال ديالها. فهنا غادي تفكر سام وغادي ترجع معاه، حيت سام كان كيبغيها بزاف، دونك غادي يرجع معاها عادي. في 2017 صابرينا جابت مربيه جديده، وهاد المربيه هي صوفي. فشكون هي صوفي؟ صوفي هي واحد البنت اللي تزادت سنة 1996 في فرنسا. باباها سميتو باتريك وماماها سميتها كاترين. ومن بعد المدة فاش تزادت انفصلوا على بعضياتهم، وماماها كاترين تزوجات بواحد الشخص اخر سميتو ستيفن. الطفوله ديال صوفي كانت زوينه بزاف، واخا هكاك واخا الانفصال ديال باباها وماماها كانت عزيزه عليهم بجوج وكانوا كيبغيوها بزاف، وحتى هي كانت عزيزه عليها عائلتها وكانت عزيزه على الحيوانات الاليفه. كانت شخص هادئه وكانت عزيزه على الحيوانات ومرحه، واكثر حاجه كانت عزيزه عليها صابرينا هي الاطفال. فملي كانت صغيره كان عزيز على الاطفال، الحلم ديالها انها تخدم في رعايه الاطفال. وفي 2017 نيت صوفي غادي تنتقل لندن باش تخدم، وتما غادي تخدم عند صابرين، غادي تكون هي المربيه اللي كترعى ليها الاطفال ديالها. فديك الساعه صابرينا كانت عندها 36 سنه وسام كان عنده 41 سنه،
وصوفي كانت كتبغي صابرينا ووسام حيت كانوا كيتعاملوا معاها مزيان، وحتى هي كانت عجبهم مزيان وكانت ظريفه، وحتى الجيران اللي كانوا ساكنين في الحي ديالهم كانوا كيشكروا بزاف صوفي على انها انسانه ظريفه ومتخلقه وكيوت ومهذبه، لدرجه كانوا كيقولوا باللي هي صوفي بحال شي ملاك. من بعد كانت الام ديال صوفي كتصوني ليها باش تاكد وتطمئن على بنتها، كانت كتقول لها صوفي باللي هاد العائله اللي خدامه معاهم مزيانين كيعاملوها مزيان ظريفين، ونيت اصلا هادشي اللي كانوا كيتعاملوا معاها مزيان. كانت كيف قلت لكم صابرين كانت ميك اب ارتست، كانت كدير ليها ميك اب كتقاد ليها وداكشي، يعني كانوا كيتعاملوا مع بعضياتهم بزاف. وحتى صوفي كانوا كيشكروها الجيران وكيقولوا باللي هي من بعد ولينا كنشوفوها غير هي مع الاطفال ديال صابرين، مبقاتش صابرين كاع كتسوق الاطفال ديالها، بحال جابت لهم شي ام جديده، وصوفي هي اللي ولات كتعتني بالاطفال، كتخرجهم كديهم مثلا الحانوت اللي كاين عندهم وكتشري لهم داكشي اللي بغاو. دونك في اغلب الاوقات ولاو كيشوفوا صوفي مع الدراري الصغار. ولكن هادشي ما غاديش يطول بزاف، حيت من بعد غادي توقع واحد الحاجه. واحد النهار جات صابرين عند صوفي وقالت ليها باللي انتي خائنه، وانتي شنو غتكون قالت لها زعما شنو غادي تكونوا توقعتوا انها اتهمتها بانها كتخونها مع صام؟ لا، قالت ليها باللي كتجيبي مارك للدار ودايره معاه علاقه، وهادشي بيان سور ما كاينش حيت مارك اصلا في لوس انجلوس ما عرفش شكون هي صوفي، وهي ما عمرها عرفت شكون هو مارك، ما فهمش منين جابت هاد الهضره. دونك قالت ليها نتيا ها شنو كديري وها شنو كديري، ومن بعد بقات كتعاير فيها ودائما كتسبها بدوك الكلمات الالفاظ الخايبه، زعما نتيا فاعله وتاركه وداكشي. وشنو دارت؟ منعات عليها الماكله، منعات على صوفي الماكله. صوفي واحد النهار صونات على الام ديالها باش الام ديالها اللي صونات عليها باش تطمئن عليها واش كي دايره مزيان هادي. وهنا صوفي بدات كتبكي على الام ديالها وقالت ليها بغيت نرجع للدار. هنا الام ديالها قالت لها ماكي شنو واقع، غير داك النهار كنتي فرحانه وكتقولي لي بلي العائله مزيانين معاك وظريفين، ودابا كتقولي لي بغيت نرجع للدار، ما فهمات والو. قالت ليها لا غير ولات عليا الخدمه بزاف وانا ما بقيتش قادره وهادي. الام ديالها بدات كتشجعها، قالت لها غير صبري 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 من بعد غادي تولفي وهذه، حيت الام مسكينه ما كانت عارفه داكشي اللي كيدوز على بنتها. من بعد عاودت ثاني واحد المكالمه اخرى ما بين صوفي والام ديالها وقالت لها انا بغيت نجي للدار. هنا الام ديالها ما ضغطاتش عليها وقالت لها صافي، قالت لها انا غادي نقطع لك اول بيي باش انك تجي لفرنسا. ولكن صابرين فاش عرفات هادشي شنو دارت؟ دات الباسبور ديال صوفي وقطعته وقالت لها ما عندكش فين تمشي. واتهمات صوفي بانها كتجيب مارك فاش كيكونوا ناعسين، وانها كدير لهم شي منوم باش ينعسوا، باش انها تجيب مارك للدار باش هي دير معاه علاقه وباش يغتصب ليها، انه كيغتصب ليها ولادها. هادشي ما كاينش غير من التاليف ديال صابرينا. وهنا منعات عليها، خدات ليها التليفون، منعات عليها الماكله، مبقاتش كتعطيها الصالير ديالها، ولات معيشه صوفي في العذاب. ولا بغات تواصل مع الام ديالها كتعطيها التليفون ديالها وكتوقف عليها باش انها ما تقدر تقول حتى شي حاجه للام ديالها. ومن بعد بقات كتلعب بالعقل ديال سام حتى هو ولا مشارك معاها داكشي اللي كدير لصوفي، بداك التعذيب اللي كتعذب صوفي، ولاو كيضربوها وكيعنفوها بزاف بدون سبب. فهنا سام حتى هو ولا كيضربها ولا هو بيان سور حيت هو البنيه الجسمانيه ديالو قوى من صابرينا، دونك كان كيضربها الضرب بزاف، ولاو كيعذبوها ما كيخليوهاش تنعس بالليل. باي حاجه كانت حداهم كيضربوها، حداهم موس كيضربوها بالموس، حداهم طفايه كيضربوها اي حاجه جات حداهم
كيضربوا بها ولاو حتى كيغرقوها في الماء، كيضربوها بالضوء، فريمون ولاو معذبينها. وشنو كيديروا وما كفاهمش هادشي، فهادشي كانوا كيوثقوه وكانوا كيصوروا فيديوهات وهما كيعذبوا صوفي، ولدرجة سجلوا تقريبا 18 فيديو وهما كيعذبوا صوفي. وبما انه هادشي كان قاصح بزاف وبشع بزاف، هاد الفيديو هادي الشرطة حرصات على انها ما تخرجهمش الانترنت وما ينتشروش في الانترنت. ولكن خرجت واحد التصويره ديال صوفي اللي هي صادمه بزاف. هاد التصويره كتبان فيها صوفي نحيفه بزاف، وكتبان انها معرضه للعنف ومعرضه للتعذيب، بانها مسكينه قاسات بزاف بزاف. صوفي 6 أسابيع وهي كتعاني من التعذيب وداكشي كامل اللي داز عليها. في التاريخ ديال 18 سبتمبر 2017 شنو داروا لصوفي؟ دخلوها لواحد الحوض ديال الاستحمام، دخلوها تما وبقاو مغرقينها حتى ماتت. وفاش ماتت داروها في واحد الصاك وخلوها لمدة يومين في هذيك الصاك. ففي التاريخ ديال 20 سبتمبر 2017 الجيران ديال صابرين وسام داروا عيطوا على زعما رجال الاطفاء باللي انه الجيران ديالهم عندهم حريق، حيت بان ليهم دخان كحل. فجاو هنا، جاو رجال الاطفاء، وفاش جاو دقوا على الدار ديال صابرين وسام، وخرج سام عندهم قالوا لي شنو واقع، ياك لاباس؟ قال لي لا، راه غير كنشويو في الدجاج العشاء. ولكن هنا ما تاقوش، حيت الا شوينا الدجاج ولا اللحم ما كيكونش داك الدخان الكحل، هو كان دخان كحل وكثير. اما الا كنتي كتشوي الدجاج ولا هذا يكون دخان شويه وكيكون دخان بيض. فهنا قالوا ليه بغينا نتاكدوا ونشوفوا، فدخلهم. فاش دخلهم لقى بصح ان صابرينا كتشوي في الدجاج، ولكن حدا هذيك الشيء اللي كيشوي الدجاج لقاو واحد الحاجه اخرى اللي كتحرق، اللي هي كتخلع. واحد الحاجه اللي ما كانوش متوقعينها بتاتا. شاف انف واصابع ديال البشر. وهنا فاش شاف صام ان داك الراجل ديال الاطفاء شاف داكشي، قال لي لا، هادشي ديال الخروف، راه ذبحنا هادشي ديال الحولي. ولكن بيان سور ما غيتصيبش، الحولي ما عندوش الاصابع ديالنا وما عندوش بحال النيف ديالنا، باين ان هادوك اعضاء ديال البشر. وتما عيطوا على الشرطه، وجات الشرطه وبصح لقات باللي داكشي اعضاء بشريه. فمن بعد ما جاو البوليس استغرق 2 الأسابيع باش اكتشفوا باللي ان هذيك الجثه ديال صوفي. ولكن حددوا باللي ان السبب ديال الوفاه ديالها يقدروا يكونوا 3. السبب الاول هو انها تعرضت لشي ضربه قاصحه في الراس ديالها. ثاني حاجه هي تخنقات، شي حد خنقها. وثالث حاجه انها غرقوها في الماء. فكيف قلت لكم صوفي قبل ما تموت عانات بزاف، ومن بعد فاش شافوها لقاوها باللي عندها بزاف ديال الكسور في الجسم ديالها، مهرسه بزاف، مهرسه من الفك ديالها، مهرسه من الضلوع ديالها. دونك مسكينه كامله كانت مدقدقه. دونك تاكدوا باللي ان قبل ما تموت عانات بزاف. وبصح نيت راه عانات بزاف من كاع داكشي اللي قلت لكم في الاول كله عاناته صوفي. وفاش كانوا كيقلبوا في الدار لقاو واحد المذكره ديال صوفي كاتبه فيها علاش انا كنت كنحتاج مساعده، كنت كنحتاج شي واحد اللي يعاونني يوقفهم من هذا التعذيب اللي كانوا كيديروا ليا. فمن بعد فاش الشرطه حققت مع سام وصوفي، سام اعترف ونسب كاع داكشي اللي دار. قال لهم بلي انا بوحدي اللي درتو، صابرينا ما دارت والو، بلي انا اللي قتلت صوفي
وغرقتها في الحوض ديال الاستحمام حتى ماتت، ومن بعد بغيت نحرقها باش نتخلص من الجثة. ولكن من بعد واحد الفترة اللي هي قصيرة رجع في الهضرة ديالو وقال بلي صابرينا هي اللي قتلاتها، ولا كل واحد كيسبيها في الاخر. صابرينا كتقول بلي سام، وسام كيقول بلي صابرينا هي اللي قتلاتها. ولكن هنا واحد الحاجة اللي غادي الدليل مصورينه هما، فباش رجعوا فاش قلبوا لقاو هادوك الفيديوهات اللي كانوا مصورينهم هما بجوج، وفي داك الفيديوهات كيبانوا بلي انهم بجوجهم كانوا معاونين وكيعذبوا صوفي داك التعذيب كامل. ففي ماي 2018 خرج الحكم على سام وصابرينا بالسجن المؤبد، يعني غادي يبقاو في السجن مدى الحياة. ومن بعد ناضت صابرينا وكتبات واحد الرسالة للأم ديال صوفي وكتقولها بلي أنا كنعتذر منك وندمت على هادشي كامل اللي دارت، وانا ندمانه وهادشي كامل. فجاوبتها الام ديال صوفي قالت ليها الاعتذار ديالك غير مقبول، حيت زعما درتي هادشي كامل في بنتي، وهادشي كامل ما غاديش يرجع لي ولا يعوض ليا الابنه ديالي. هنا وصلنا للنهايه ديال القصه، نتمنى انها تكون عجباتكم. هي واحد القصه اللي صعيبه الصراحه، ما كاينين شي ناس اللي كيفاش كيقدروا يديروا هادشي ناس اخرين، ما فهمتش. مهم هذه هي القصه سالات. شكرا بزاف حيت تفرجتوا معايا. الى عجباتكم لا فيديو ما تنساوش انكم تابوناو وتخليو لي جيم. كنبغيكم بزاف وبسلام عليكم.